ازيكم؟ تعالوا كده تركة في السريع عن الفراولة او غسل الفراولة. الفراولة بتحتاج وقت طويل قوي في الغسيل بتاعها لان هي بيبقى فيها رمل. طيب انا عملت حاجة بقت تسهل عليا شوية الموضوع ده، ان انا بقيت اشيل العنقود الاخضر منها قبل ما بغسلها، مش العكس. يعني ما نقعهاش بالعنقود الاخضر لان هو بيبقى فيه التراب والرمل والحاجات دي، واحنا مش بنعوزه، مش يعني قليل قوي لما بنعوزه للشكل يعني. فبقيت اشيله الاول، اقطعه كده بالسكينه الاول، وبعد كده ابتدي اغسل الفراوله. بغسلها بقى عادي، بحط لها ميه، ارمي الميه دي وارجع احط ميه تاني، وارمي الميه دي وارجع احط ميه تاني، وهكذا. ما تنسوش كمان تنقعوها شويه في الميه برضو مع خل. طيب الخل مش هيبان ولا يخلي طعمها لاذع ولا اي حاجه، مش هيبان اصلا. هو مجرد بس ان هي حاجه يخلينا مطمئنين ان مفيش اي بكتيريا او اي حاجه. احنا الخل هيخلينا نتخلص منها، وحاجه طبيعيه مفيهاش فيها يعني مفيش فيها مشكله يعني. طيب بس نبتدي بقى نشيل منها الاخضر ده، ونبتدي نتعامل نغسلها ونشوف بقى نستخدمها في ايه. هي الفراولة لسه طالعة، مش بنصح دلوقتي ان احنا نخزنها، نستنى شوية لما تبتدي ترخص اكتر. هي سعرها دلوقتي 20 جنيه و15 جنيه وكده، فنستنى عليها شوية لما تبتدي ترخص شوية، وبعد كده نبتدي بقى ايه، نخزنها على طول. اهم حاجة نصفيها بعد لما بنغسلها، خلاص نتأكد ان احنا غسلناها كويس. نصفيها علشان مبقاش فيها مية، عشان المية هتبوظها، هتخليها تبوظ. لو احنا حطينا في التلاجة هتخليها تبوظ. وبس، يا رب التركة تكون عجبتكم. باي باي.